الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. أما بعد، أقرب منك ولا تقرب؟ علي صوتك بس واتكلم. ماشي. أنا اسمي عبد الله سالم إبراهيم من محافظة الشرقية، مركز ديار بنجم، تحديدا من قرية عزبة الأمين تبع صفق زريك، مركز ديار بنجم الشرقية. أنا فني كهربائي إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية، وشغال هنا في توكيل أجهزة وأدوات كهربائية في 11 شارع السبع مصر الجديد. بروح بيتي كل يوم خميس، وفي يوم وانا مروح البيت بركب من موقف العاشر، اركب عربيه، اركب ميكروباص ديار. في يوم وانا مروح البلد اتقابلت بواحد من بلدنا، معاه بطاطين وخيم كلها لون واحد وكده، فتعرفت. فساعة ما شافني اخدني بالحضن وكده، فبقول طبعا عشان انا ملتحي وكده، فقال بيفرجنا على البطاطين، وازاي بص يا عبد الله ضربنا المعتصمين اللي كانوا قدام الاتحاديه، واخدنا البطاطين بتاعتهم والخيم بتاعتهم واديناهم علقه موت. فطبعا قلت له يا استاذ فلان، انا مش عايز اقول اسمه عشان انا قلت اسمه في اقوالي في النيابه. فطبعا قلت له يا استاذ فلان، انت ليه ايه اللي جايبك سايب ارضك وبيتك ليه وجاي تضرب هنا شباب اللي كانوا المعتصمين قدام الاتحاديه؟ ده كانوا قبلها بيوم كانوا الافات مؤلفه وما عملوش حاجه وتظاهروا ومشوا، ودول كام شاب اعتصموا ما هيش مشكله. قال لي لا، ده احنا جات لنا اوامر ان في مؤامره على الرئيس وهيقتحموا قصر الاتحاديه وهيعلنوا حمدين صباح رئيس، علشان كده احنا جينا هنا نحمي الشرعيه. فقلت له انت تعرف انا مقضي جيشي فين؟ قال لي مقضي جيشي فين؟ قلت له انا مقضي جيشي في قياده قوات الحرس الجمهوري، وكنت بشد خدمه على قصر الاتحاديه ده. والحرس الجمهوري عنده استعداد يحمي مصر كلها، مش مستنيك انت تسيب ارضك وبيتك وتيجي تحمي الرئيس. فبالصدفه لقيت واقف جنبه 3 تاني، اتضح لي بعد كده ان هم من السنبلاوين وهيركبوا معانا ميكروباص ديار. فطبعا ركبنا الميكروباص وقعدنا طول الطريق نناقش بعض، وطبعا من مناقشتي معاهم اتضح لي من واحد منهم افكاره تكفيريه الى ابعد الحدود. من ضمن كلامه ليا بقول له انتوا ازاي، هل من الاسلام ان انتوا تضربوا شباب وناس محترمه؟ والشباب دي كانوا معديين قبل مني، قبلها بيوم معديين عليا وانا في ميدان سانت فاطمه، لان انا ماسك تسويق الشركه، فبلف في الميادين وبلف في المطاعم وكده، ومعديين قدام مني، وشفت المظاهره اللي كانت يوم 3 بالليل وهي معديه شباب محترمه وطالبه جامعه وناس محترمه، ازاي انتوا تروحوا تضربوهم وتموتوهم كده؟ فده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لا يزال المرء في فسحه من دينه ما لم يسفك دما حرام. ازاي انتوا حللتوا نفسكم تقتلوهم وتضربوهم وتموتوهم؟ قال لي دولت اصلا كفره وحلال قتلهم وحلال دمهم، مش حرام علينا لما نموتهم؟ فطبعا انا لما لقيت رده قلت له بعد اذنك ما تناقشنيش، واتناقشت مع ال3 التانيين. فطبعا طول الطريق بنتناقش وازاي يا جماعه وكده. فده رد عليا الاستاذ اللي هو من بلدي ده، وانا قلت اسمه في اقوالي في النيابه. رد عليا قال لي احنا ضربناهم وكده، وجبنا البطاطين بتاعتهم وحرقنا الخيم بتاعتهم وجبنا الخيم. فطبعا وانا في الموقف جات له مكالمه. عملت ما خدتش رقم والله. في النيابه هناك ايمن بيوسي، نيابه مصر الجديده، عند وكيل النيابه اسمه ايمن بيوسي. طب وليه حضرتك كنت كاتم الشهاده الفتره دي كلها؟ الفتره ديت والله انا ربنا يسامحني بقى، انا ما حبيتش ان انا اعمل شوشره لنفسي وكده، وقلت وربنا سبحانه وتعالى يقتص منهم. لكن صراحه بعد ما شفت ان مسلسل الدم لا ينقطع ولا ينتهي من احداث بورسعيد واحداث الاتحاديه الثانيه والناس الشباب اللي بتموت وديكا ومحمد الجندي والناس اللي بتموت ديت، وما بيظهرش القاتل ولا بيظهر ولا في قصاص ولا في اي حاجه. وبعد ما شفت الشاب اللي طلع مع وائل الابراشي وشاهد في قضيه الجندي، انا صراحه انا قلت انا مش احسن من الناس اللي بتموت ديت، انا هطلع اقول شهادتي لله والوطن، وبعد كده اللي يحصل يحصل. ساعة ما شفت البرنامج بالليل الصبح، فعلا الساعة 8 الصبح كنت في مكتب وكيل النيابة، استنيته لما جه أيمن بيسري وأدليت بأقوالي كاملة وجميع الأسئلة جاوبت عليها، وتعرفت على الشخص اللي ظاهر في الفيديو اللي موجود على النت، ووصفته له، وصفته لوكيل النيابة قبل ما أشوفه على النت، وصفته لوكيل النيابة بالتفصيل. وهو شخص قوي البنية، دقنه وشعره أصفر،
ووصفت الوكيل النيابي قبل ما اشوفه على النت، وصفت الوكيل النيابي، وساعة ما شفت المقطع اتعرفت عليه. وطبعا يعني انا بخلص ضميري من ربنا مش اكتر. شكرا يا استاذ عبد الله.